تعالوا يا جماعة، من كيلو واحد بس من اللحمة المفرومة نعمل 45 قطعة من الكوبيبة الشامي. محتاجين نركز شوية في تفاصيل العجينة الخارجية عشان تكون ناجحة ومقرمشة معاكم. البرغل يا جماعة بيتغسل مرتين بس مش بيتنقع، وبنصفيه كويس جدا من المية. المفروض ناخده وش فرم الأول لوحده، وبعد كده نضيف عليه باقي المكونات. نص رغيف من العيش الشامي المبلول هنزل عليهم ببصلة كبيرة، واللحمة المفرومة هستخدم 600 جرام بس. الفرم ببتدي أضيف نقط بسيطة جدا من المية علشان تتكون معايا العجينة. هنزل بالتوابل، وده شكل العجينة المطلوبة. ركزوا جدا في شكلها يا جماعة. يلا نجهز الحشو. 400 جرام من اللحمة المفرومة هنزل بيهم على الزيت السخن، وهضيف شوية من التوابل. هضيف البصل، ورق اللورة والزبيب، وكده الحشو جاهز. هبتدي اشكل الكوبيبة، وطبعا هحتاج اني ابل ايدي بشوية صغيرين من المية علشان تسهل عليا تشكيلها. وكده انا خلصت الكمية كاملة.